قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. وهلأ إجا الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. باي. سلام حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حبايبي قبل ساعتين تقريبا علي اكثر من مره، هلا رد علي وقال لي مشغول ما بعرف شو صاير، وبعدين سكر الخط وما عاد جاوب. فرجعت دققت على الفيديو، حسيت مسف انه مضغوطه من هذا الشيء. ما بعرف انه حسيت، فكرت اول شيء مقلب او شيء، فقلت لو انه مقلب ما كانت يعني على القليله كانت فعلت ارباح للفيديو، كانت فعلت اعلانات. ونحن بنعرف انه كل واحد بينجر فيديو حتى لو كان مقلب بشغل اعلانات مشان يستفيد. فلاحظت كمان شغله ثانيه باخر الفيديو، مثل ما كنتم شايفين شوفوا نظرات يا جماعه، نظراتها وعملت حركه. هاي الحركه حابه اني لكم شغله اللي معي انا، هاي الحركه بعرفها انه بدي مساعده او انا بخطر او انا يعني مضغوطه من شيء ما بعرف شو هو. فبتمنى من اهلها من قرايبينا اللي بيغ... وين هاي الحركة؟ هاي الحركة وين معناها انه انا بخطر؟ يعني لو هاي الحركة معناها اشي، كان اللي مهددها ما خلاها ترفع الفيديو. يعني ما بعرف. 4 سنين حياتي ما أنا معنا. 4 سنين أنا عايشة بحالة تهديد. هذا كله بسبب غبائي. إيه، غبائي. كنت مفكرة إنه كل الناس مناح، وأي شخص ممكن يمد إيده والله بس للأسف طلع في ولاد حرام بضروا الناس. ثواني بالله بعد ما خيار. اتعرف على جيفارا صار يجي هو وعائلته لعنا ونقعد قعدات عائلية. فبابا بيوم من الأيام بابا وماما وأهلي كلهم حكوا له لجيفارا الموضوع، فجيفارا قرر إنه يساعدني. عرض عليه جيفارا إنه صور معه، فأنا رفضت الفكرة بالبداية. فينه يدخل على قناة جيفارا العلي ويشوف آخر فيديو منزله موجود القصة كاملة. 4 سنين وهن عم بيهددوني. أنس التوبة قاسم التوبة. بعد ما انتشر الفيديو على قناة جيفارا العلي صاروا يدوسوا الصرامي كرمال نحذف الفيديو، بس الفيديو لسه رح يحكي. الناس كلها رح تسمع قصتي. أنا هلا ارتحت بعد ما حكيت قصتي، وبعرف إنه في ناس بتحبني ورح تسمعني. هذا آخر فيديو لي بقناتي. شكرا لكل حدا ساند. طيب هذا الحكي ب 2018 يا جماعة. خلص اطمنوا يا جماعة. الأخت كل ما تنزل هرمونات عندها شوي تترك اليوتيوب، بعد يومين ثلاثة بترجع. يعني ما هي تركيته بال 2018. لا أفرجيكم أنت تركيته كمان لحظة. ساعدوني تحت التهديد، سلاح وأم سيف تموتوا على المشاهدات. أنا والله مش ضد أم سيف. شوفوا إذا الموضوع جد ماشي، إذا الموضوع جد اسمعوا الحكي. شباب اللي فاتح البث بس يعطيني صوت، اسمعوا الحكي. انا مش ضدها للاخت. الله جماعه اللي فاتح البث. ابو عجلان، ابو عجلان ما انت فاتح البث يا عمري؟ سامع صوتي 7 مرات. لحظه. طيب اذا شباب، اذا الموضوع جد، فالله يكون بعونها والله يساعدها والله يعطيها العافيه، وان شاء الله تروق امورها وترجع. اذا موضوع جد تركت البتاع بسبب تهديدات، واذا دراما الله يسامحك. شنو نقول لك؟ هو هذا اليوتيوب العربي للاسف، يعني كل
اما اذا هذا فوالله انا اول واحد عمي، انا والله بوقف معها واي شيء بدها اياه اختنا والله. يا هذا انا مش يعني موضوع انه انا بحكي على موضوع ببجي تبع ام سيف انه ما بيعجبني، ما له علاقة باحترامنا إلها، وإنه إذا في مشكلة هذا إنه إحنا بنوقفش معها، لا بالعكس. موضوع الببجي أنا مش مرتاح له تبع أم سيف يعني. الفلوجات حكيت، الفلوجات كانت تعمل شيء حلو، وما كان حتى أيامها ناس تعمل شيء باليوتيوب أيام أم سيف وجيفارا، شيء حلو كان. أما سالفة اليوتيوب ما بحب أتدخل، يعني هنا كلمتين راح أحكيهم على البث هيك بس. أنا هذا في غير هذا كمان، في غير هذا في كمان فيديو. آه، أم، شيخ أشهل إيش القصة؟ والله نبشرك يا شيخ أشهل، للأسف خبر أحزن الملايين يا عمري. يعني أخت أم سيف تركت اليوتيوب تحت تهديد. تهديد السلاح. تحت تهديد السلاح. شوف يعني يا بالله خلينا نشوف. أرجو من جميع الأخوة والأخوات أن يفهموا أن هذا الفيديو هو إيش؟ بعض شكوك واقتراحات حول ما يجري أن الآن لقناة أم سيف، وهل هي تحت التهديد؟ ركزوا على الفيديو، تعال خل نركز معك. على اليوتيوب مع إيه؟ تحبسها عبرة وكأنها تودع. لا يا جماعة، المشكلة بيكبروا الموضوع حتى يجيبوا مشاهدات للأسف. يعني مو أم سيف، هذول الناس اللي بيعلقوا على الموضوع هم اللي عاملين القصة، فاهم؟ هي المرة متضايقة. أنا بعرف شو قصتها، هل بعرف إنه طلع واحد على فكرة، طلع واحد من قبل فترة على اليوتيوب أنا شفته بيحكي إنه هو أبوها، وانا راح افضحك، وانا انت بتحكي انه ابوك عندكو وانا ابوك وبتحداك تجيبي. هذا شكلها صارت تعرض لمضايقات وتهديدات، وهذا يمكن هيك، وانه بفضحك اذا بتنزلي كمان فيديو ميبي. بس اعتقد التهديد يعني تهديد ناس مثلا منظمه ولا شيء، نو واي، واي وود شي دو ذات يعني. بحياتي السنتين اللي عشتها معكم، وهلا اجى الوقت اللي نظراتها على الشخص اللي يقف بجانبها. يا سلام. بس حابة اني تبلع ريقها وكأنها في حالة رعب. والله اشوف الفيديو مرة ثانية، خلني احلل. والله بدي احلل. قضينا ايام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. احلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. على فكرة ما عم تطلع على الجنب، قاعدة بتسولف. يعني أنا هسه أنا بشوف أغلبية الستوريات. مرحبا شباب، صراحة أنا كثير متضايق. عادي ما عم تطلع أحد يا جماعة مشان الله. وهلا اجى الوقت اللي هذا صار يجيب لازم في يوم مشاهدات. اليوتيوب. هذا أنا بحكي عن اللي بعلق قاعد بيجيب مشاهدات. تبلع ريقها هو متضايقة. اللي بيعلق. اللي بهذاك اللي حاط لك صورة سكينة وبطيخ مبسمر. المرة متضايقة مخنوقة، جاي عليها ضغوطات وبدها توقف يوتيوب فترة. انا ما عاد انزل اي فيديو على اليوتيوب. بس حابة اني لكم شغلة يوتيوب. بس حابة اني لكم شغلة. ليه؟ بيقولوا صرخة نانو. لحظة، بس حابة اني لكم شغلة. والله في صوت بالخلفية. لحظة، في صوت صراخ صوت بالورا. الخلفية. لا والله في صوت ورا، والله جد. لحظة. بس حابة اني لكم شغلة. بس حابة اني لكم شغلة. صوته. كأنه بتقول بس حابة اني لكم شغلة. باي. بس حابة اني لكم شغلة. بس حابة
ماهر الفدرالي. حابة اني لكم شغلة. باي. لا هاي صوت بس. صوت بسه. ابو عين بقول لك صوت بس. نعرف ليسك ابو عين. لا شباب خلينا نكون حميد الشاعريين. صوت البسس يا باشا، والله هو شهر شباط يا عمري. لا شباب هسه لا يقولوا ماهر يتهكم وماهر يتخوث، لا اسمعوا والله العظيم دشروا المزح على جنب. هسه طبعا راح ياخذوا اوسخ مقطع لي وينزلوه. انا زلمه بعرفش الجد، والله بحب حياتي كلها تكون مضرطه. الله لا يحطنا محلها اللي هو يعني ويكونوا بعونها والوضع اللي هي فيه. ابصر يعني ما بتعرف، بجوز مكتئبه، بجوز جاها تهديدات، لكن تهديد سلاح وتهديد ما بعرف شو ما بعتقد. ضغوطات بعتقد داخليه بفريقها بعائلتها هيك بعتقد. مو موضوع يعني من وجهة نظري والله اعلم، موضوع تهديد سلاح وتهديد لا، بس هي واصله حدها زي ما تعرف. يعني هي مصور الفيديو وهي انا هيك وجهة نظري والله اعلم، هاي خفايا بجوز نعرفها بجوز ما نعرفهاش. انا من رايي هي كان واصله حدها معها ونزلت الفيديو هذا وكابسه معها، وكانت تفكر انزله ما نزلوش انزله ما نزلوش، صورت الفيديو ونزلته وقالت يلا. والله اعلم. اما احنا والله جد اذا هي صاير معها اشي الله يكون بعونها. الامانه هذا الحكي الصح، دشر المزح مزح والجد جد. يعني ما بتمنى اكون انا محلها ولا بتمنى لها هذا الاشي يصير معها اكيد، بعيدا عن اليوتيوب وبعيدا عن اي شيء. الله يكون بعونها وان شاء الله نرجع نسمع اخبار كويسه عنها وانه هي بصحه وسلامه وخير وعافيه. هذا الكلام الصح. يعني دشروا قبل كله مزح، اما انه نحلل وبخطر واشاره لهذا لا، يعني ما اعتقدش. يعني خير ساعدوني تحت التهديد. عناوين الزربة هاي دخيل الله. صراخ نانو ام سيف تحت التهديد من قبل جيفارا. طب يعني لو جيفارا اللي مهددها، طلع هذا منزل الفيديو وعامل دخيل. والله تحياتك إلنا طبعا. استغفر الله العظيم. ما هو يا عمري ما انا بحبش المضرطة هاي تاعت اليوتيوب دخيل الله. اوه ام سيف تترك اليوتيوب، هاي الفيديو الثالث. متلمح بطلب المساعدة. الخاطف حنون لدرجة مخليها تضبط الميك اب. ما احنا بنحكي يا جماعة، لا الموضوع مو هيك، هي ضغوطات داخلية انا بتخيل اكثر من اي شيء ثاني. وهي وجهة نظر. مين تتوقع؟ بسبب مين ما تتوقع؟ لا اله الا الله. ابو سيف تترك اليوتيوب، لا حول ولا قوة الا بالله. باع الفيديوهات، باع الري ابلود. ام سيف بدها تنتحر. اختي حبابة لا. مستحيل، هذا اترو منزل فيديو. حط صورة الايد، لا يا ربي مستحيل. هذا بتابع اترو ام سيف بس، فيعني دمج ام سيف واترو فطلع معه ايده بسيف ومستحيل فوقها. لا يا ربي. يلا شباب والله بنمزح يا اخوان، انا ما بعرف. ما بعرف اكون جدي، لا تسالوني بمواضيع جد دخيل الله. انا زلمه خرا والله، انا زلمه بحب الضحك. لا وتموت اللي لحظه الدراما. لحظه واحد حط الفيديو تحت فيديو بسيف الفيديو تبعي. تفجير باكج الاستاذ. دخيل والله انا لا تسالوني بموضوع جد دخيل ربكم، انا زلمه كوميدي بحب الضحك ما بحب الجد. خلص بكره بصير تنزل علي فيديوهات يتهكم ابن الجراب. لا يا اخي والله انا زلمه مو جدي وبتضايق من الجد، بحب المزح. باع الفيديو تبعي ولوك ترند ولك. طالع مشوار على ترند. لا يا ربي سحلب حليب. او سيف تترك سبب التهديد. حطي صورة العياط. اوه
طب لحظة تعال نشغل المحقق كونان. إشارة طلب النجدة، طلب إشارة من الله حبيبي والله. أنت رسول يا عمري، طلب إشارة من الله. هذا واحد شكله بلش قرب يكفر. استغفر الله العظيم، طالع عندي على السيرش هذا انجن. تعدى للإلحاد هذا. هذا بس قرب يعني، لا واصل هذا على حدها، بس بيطلع له فيديو لواحد ملحد كأنك نادر يا عمري. إشارة طلب مساعدة، ثواني، مساعدة سرية، مساعدة، مساعدة، طريقة لطلب المساعدة. تعال خلينا نفهم منك. يعطيكم العافية، ومرة ثانية رجعنا. الأمانة حبيت أتكلم عن موضوع، هو مو موضوع، هو بكل بساطة مهارة طلبي للمساعدة. الطريقة اللبقة إني أنا المفروض اليوم أحاول شلون على قد ما أقدر أكون لبق في طلب المساعدة. طب لا بالله على الجوجل، إشارة طلب النجدة، إشارة طلب النجدة السرية. كيف يعني؟ يعني في حركة يعني انه يسوونها هاي باليد، الحركة نجدة اللي يعني. هي هاي اللي قالتها كانت بدها تحكي اشي يا اخوان، بس بحكي لكم شغلة واحدة. السلام عليكم. عملوها إشارة وعملوها. بكرة رجعوا لي، بكرة رجعوا لي، تذكروا إذا رجعت نزلت فيديو إن شاء الله بسلامة يا رب، راح تقول لكم يا اخوان كلكم عملتوا انه هاي الحركة قصة، ترى كنت احكي اشي وقفت. راح تحسوا، راح تعرفوا انه انا الزلمة الصح المنطقي. والله خايف يطلع كلامي غلط. وين نلاقي إشارة طلب نجدة سرية؟ إشارة يد، إشارة يد. من وين حللوا أمها؟ من وين حللوا أمها هاي الإشارة اليد؟ إشارة عادي يد يسمونها لغة الجسد. طلب نجدة، إشارة يد طلب المساعدة، النجدة، المساجدة، لغة الجسد اكتب. لغة الجسد. طب لغة الجسد، ها أولي. هذا بقول لك صديق هيك شخص سيء. مش شايف وين حاط ايده. مستعدة ليست مستعدة. يا اخي دخيل ربكم، باعوا بسيف وين ودتنا دخيل الله. احنا كنا بإشارة الايد. باع هاي مستعدة وهاي مش، هاي طبعا مش مستعدة يا عمري. ما اذا المرة سلختك هاي النظرة راح نام بيت الدرج يا عمري احسن لك. دخيل الله. ايش هذا؟ مين جابنا هون؟ انا اللي جابني هنا. طلب المساعدة بلغة الإشارة. طيب ها، طلب المساعدة بلغة الإشارة. اوكي، إشارات تعرف على الأفعال بلغة. يبي لنا واحد تخصص صم وبكم، ذا اللي يطلعون في الأخبار، عرفتم؟ لحظة يا جماعة، هاي ايزي. كاف والله لا احلل لكم اياها. اوقف كف شباب، اذا ما طلعت لك هسه ام سيف شو قالت عمي. ام سيف وقفت بسبب تهديد ام سيف الشبتي. الخلاصة يعني ام سيف متهددة بالاخر. ومين اللي قال لك؟ الله اكبر عليك. انت الحلاوه دي، انت بتجيب المعلومات دي منين؟ ايه الكلام ده؟ اللهم صل على حضرة النبي. اعمل بقناة الاكسترا سلسلة تقييم اكل بس يكون نوع واحد، مثلا شاورما او كنافة او بيتزا. ما هو المقطع لازم يكون فوق ال8 دقائق يا جوجو.
خفت عشان نفعل ارباح. تطلب النجد يا اخي. السلام يا محبينا الكرام، كيفكم يا جماعة الخير؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فيديو اليوم سريع شوي. شفنا آخر شي بنزل مسيف فيديو بعنوان 30 ثانية، هذا آخر فيديو لي باليوتيوب. معنا إنه شفنا المقطع شكينا إنه مقلب، بس لا نفعل عليه لا دعايات ولا شي، يعني تأكدنا إنه المقطع. يا عمري 30 ثانية بتقدرش تفعل دعايات يا روحي. في هدف من وراه، في شي غريب إنه هي وقت بتخلص المقطع بتعمل بصابيع هيك كأنه بتطلب النجدة، عم بتطلب أي شي. خلينا نشوف المقطع ونرجع. اموت واعرف اول واحد عرف انه هاي الاشارة طلب نجدة، ضروري اعرف مين هو. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. وهلأ اجى الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. لحظة، هاي طلب اشارة، هي عملت هيك. اوه هاي اشارة، هي شو لاحظوا شباب، لاحظوا. بس حابة إني هاي شوف، هاي يعني شباب اتصلوا على النجدة، حابة إني لكم لما عملت هيك يعني لا تنسوا الموضوع مستعجل. شغلة. اقسم بالله العظيم ان احافظ على الدستور وان ارعى مصالح الشعب. يا اخوان لا تحللوا من جيبة خالدكم، اصبروا خلنا نسمع الموضوع. كل واحد قلب اللي فيها كلنا دخيل ربكو. هون سكتت عشان صوت الصرخة. اسمع انا بقول لك في صوت صرخة، هاي اما البيت مسكون او صوت بنت من وراء. لحظة، تعالوا يا جماعة. سين لكم شغلة. سين كاف سين كاف صاد سكهس. تعرف واحد اسمه سكهس؟ هذا هكر قابلته قبل اسبوع. سكهس اسم هاكر ببجي غالب، كان تقييمه ايس. لا هي شوف لا هون جد شوف في صوت جوا تسمعوا شغلة. في ناس على التعليقات يقولون صوت اختها، كيف عرفوا؟ بس حابة إني لكم شغلة. يعني هسه بحياة ربكو عرفت انه صوت اختها، ولا عشان حضرت فيديو قال لك ونانو تصرخ من الخلف؟ لا يا عمري احتمال والله جد صوت بسه والله. بعدين يمكنها قاعدة في ريسبشن، هذا فندق او شيء. يعني هلا ما بعرف. هو وربي اذا تطلع دراما خرب انا اذا ما حمسك حمس يوم سيف، وربي لن ارحم، لن اسامح احد. لن اسامح احدا بعد اليوم. يا اخي الله بعرف الا من البث. يوه